اقولها بقى صح. اعتقد ان خلاص جه الوقت لازم اقولها فعلا ومحدش هيقدر يلومني عليها. اخيرا وبعد 16 مباراه محليه ما بين الدوري والكاس سقط سولشاير. حاجه مهينه جدا انك يوم ما تقع قدام ارسنال. والله اليونايتد بيحقق اول هزيمه بعد 15 مباراه متتاليه، قدر يكسب 13 ويتعادل في 2 بس عشان يبقى اوناي ايمري هو اول مدرب يقدر يحافظ على نظافه شباكه بره ارض اليونايتد. عجيب برضه ارسنال يعمل كلين شيت قدام مانشستر يونايتد ويضيعه قدام كارديف وهدرسفيلد وفولهام، نادي ملوش كتالوج. وبعد ما بقى اصغر لاعب يشارك في تاريخ مانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا، النهارده بقى تاني اصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري مع مانشستر يونايتد وهو جرين وود. ايوه الخشبه الخضراء، واللي طبعا شارك قبل كده انخيل جوميز في مايو 2017. المدفعجيه قدروا انهم يحققوا 12 نقطه في 10 ماتشات قدام السته الكبار، وبالمناسبه ده ضعف اللي حققوه الموسم اللي فات. وبالنتيجه دي وصل مانشستر يونايتد للمركز الخامس ب 58 نقطه عشان يرجع ارسنال لمركزه المفضل ب 60 نقطه. فمن غير كلام كتير يلا بينا نخش في التفاصيل. قبل ما ندخل في تفاصيل ماتش النهارده خلينا نرجع بالذاكره كده بزمن مش بعيد قوي، هو ماتش الكاس بين مانشستر يونايتد وارسنال في الامارات برضه، بس خلص 3-1، عشان نشوف ايه الاخطاء اللي وقع فيها ايمري في ماتش الكاس وقدر يصلحها النهارده ولا لا. في البدايه كده الفرقتين لسه راجعين من مناسبات اوروبيه باختلاف الاسماء، ومع العلم ان الاثنين راجعين من فرنسا والاثنين راجعين بنفس النتيجه 3-1، بس المانشستر رجع بالنتيجه ليه وارسنال رجع بالنتيجه عليه. فبالتالي معنويات لعيبه مانشستر يونايتد كانت في السماء بعد ما اقصوا باريس سان جيرمان من دور 16 دوري ابطال اوروبا، ومعنويات ارسنال كانت تحت الارض بعد ما خسروا من استاد رين بره ارضهم في ذهاب دور ال 32 في الدوري الاوروبي. تفوق سولشاير في مباراه الكاس كان بسبب تفوقه العالي في كل الماتشات، وهو البدايه الهجوميه البحته واللي اعتمد فيها على سانشيز ولوكاكو كاثنين اجنحه يلعبوا في المساحات اللي بتتساب في الظاهرين بتوع ارسنال. وهي دي مشكله ارسنال الازليه من سنين السنين، وهي المساحات اللي بتبقى ورا الظاهرين، وده لاسباب كتير جدا، لكن يمكن اهمها ان الاجنحه ما بترجعش تعمل مسانده دفاعيه، سواء كان اليكسيس ايوبي او مختريان او حتى اوبامينج لما بيلعب كجناح، فبالتالي بيكون في مساحات كبيره جدا في ظهر ارسنال. ودي الطريقه اللي اتبعها سولشاير قدام تشيلسي وقدام توتنهام وقدام كمان ارسنال في الكاس، هو اللعب في المساحات الفاضيه باعتماده على لوكاكو كجناح، عشان طبعا سرعته وقوته البدنيه اللي احنا عارفينها. والمشكله دي ليها علاجين او حلين. الحل الاول هو ان ايمري يلعب ب3 لعيبه في خط الدفاع، والحل الثاني هو ان ايمري يدي اوامر دفاعيه لعيبه خط الوسط لو هيلعب ب4 مدافعين. الاسبوع اللي فات في ديربي لندن ارسنال كان واضح جدا وكان قدامه خطه منظمه جدا عن الهجوم والدفاع. نجح ايمري انه يخلي اريكسن يتمركز في خط النص، وده اللي خلى توتنهام عندها مشاكل كتير جدا، زي انهم مثلا ما بقوش قادرين ان هم يخلقوا فرصه ولا يخرجوا بالكوره من الثلث الدفاعي بتاعه. فهل بقى ايمري كان مذاكر كل ده واستخدمه عشان يكسب النهارده، ولا كان عنده حلول ثانيه؟ كما تدين تدان. لا رئيس ولا مدرب ولا لعيبه باريس سان جيرمان واحد فيهم اعترف ان مانشستر يونايتد كان يستحق الفوز التاريخي ده اللي حصل في البارك دي برنسس. انا عارف ان الخساره كانت صعبه جدا عليهم كلهم، لكن ان يخش فيك 3 اهداف من 3 هجمات فدي حاجه بصراحه ما بتتكررش كتير. ونفس الكلام ده اللي حصل مع مانشستر يونايتد النهارده في الامارات. مانشستر كان الطرف الاحسن والاجهز واللي ضيع فرص كتير واللي راح على المرمى اكتر، في حين ان ارسنال راح 3 مرات سجل جولين وهو المطلوب اثباته. لكن مش بس ده اللي كان متشابه جدا مع اللي حصل في البارك دي برنسس. لو جيت تبص على سيناريو الماتش النهارده، وهو جول من خطا ساذج قوي من دخية وجول تاني من ركله جزاء مشكوك في صحتها، هتلاقيه هو اللي حصل برضه من كام يوم. نفس السيناريو برضه بوفون غلط وبرضه اتحسبت ركله جزاء اثارت جدل كبير جدا، وان كانت بصراحه صح جدا. عارف ارسنال ازاي يستغل نقص اليونايتد وفرض اسلوب لعبه على الملعب بشكل قوي جدا. عارف يستغل الفريق قوته الهجوميه وتحركه كوحده واحده من خروج بالكره من ورا لقدام، عشان كده كسب النهارده. ايمري ممتاز في قراءه المباريات الكبيره، برغم ان ارقامه قدام فرق التوب 6 مش في صالحه خالص، لكن بس لو حصل حبه تعديلات بسيطه نسبيا هنشوف ارسنال ده فريق تاني خالص يقدر فعلا ينافس على الدوري مش بس على المركز الرابع. ايمري استهل المشوار بانه خسر من تشيلسي ومن السيتي في اول الموسم، وقدر يفرض التعادل على يونايتد وليفربول ويكسب توتنهام في الديربي، وده كل اللي عمله ايمري في الدور الاول قدام الفرق الكبيره. لكن في الدور الثاني الوضع اختلف نسبيا، فبرغم انه خسر من السيتي وشال من ليفربول 5، الا انه كسب تشيلسي واليونايتد وضيع 3 نقط غاليين قوي قدام توتنهام بره ملعبه. فاذا الاجمالي انه كسب 3 اتعادل 3 وخسر 4، وده تحسن ملحوظ جدا، لان كلنا كمشجعين كوره باختلاف انديتنا عارفين ان ارسنال مش الطرف الاجهز ولا الاقوى في التوب 6 في الفترات اللي فاتت. اللي بيميز انتصارات ارسنال مع ايمري انها بتبقى ضربه جامده قوي للخصم. فمثلا فوز على توتنهام خلاه بعيد عن المنافسه عن الدوري مع السيتي وليفربول، وفوز على تشيلسي خلى ساري في محل شك كده انه يلحق مقعد في دوري ابطال اوروبا الموسم الجاي، وفوز على مانشستر النهارده ممكن يكون بمثابه الكابوس اللي هيفوق جماهير يونايتد من الاحلام السعيده اللي معيشها فيهم سولشاير. 14 تسديده 4 منهم على لينو، لكن برضه راشفورد ولوكاكو ما قدروش انهم يسجلوا في لينو. لوكاكو الدبابه البشريه اللي مسجل 6 جوال في اخر 3 ماتشات ما قدرش يعمل حاجه النهارده، فضيع فرصتين على الاقل واحده فيهم كانت بجول في مرمى لينو، يعني بمعنى اصح ضيع نص فرص مانشستر النهارده. بالاضافه انه فشل في استغلال تخبط ارسنال
الدفاعي وفشل في التمركز الصحيح. يونايتد لسه بيعاني من الاصابات الكتيره اللي بتضربه كل فتره، زي الاهلي عندنا في مصر كده، شياطين حمر زي بعض بقى. لكن يونايتد كان عنده القدره على الخروج من اي مأزق بشكل جيد جدا. فهزيمه النهارده مش بس لسولشاير ولوكاكو، هو جرس انذار ممكن يضيع حلم الصعود دوري الابطال الموسم الجاي بعد منافسه شرسه جدا مع توتنهام وارسنال، وطبعا تشيلسي اللي عنده 57 نقطه ولسه فاضل له ماتش. لكن زد قدم ماتش كبير قوي النهارده، وتشاكا سجل جول مفيش اروع من كده. لكن لو هتتكلم على مباراه ما كانش ارسنال الطرف الاجهز والاحسن فيها، فلازم تذكر دور اورين رامزي اللي كان دوره الدفاعي كبير جدا النهارده. اورين رامزي اللي دخل على لعيبه مانشستر النهارده 8 تدخلات، نجح في 7 منهم وفقد واحده بس. فوز مهم جدا خلى الصراع على المركز الثالث والرابع اقوى من الصراع على بطل الدوري ذات نفسه. فهل الفتره الجايه ممكن نشوف ارسنال راجع لمكانه الطبيعي ولا سولشاير هيفوق بسرعه؟ الله اعلم. واخيرا ما تنساش لو انت مش عامل اشتراك في القناه تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا او هنا، وحاسب على المشاريع قبل ما تنسى. ولحد ما نشوف بعض الحلقه الجايه، السلام عليكم.